بسم الله الرحمن الرحيم. عدنان بربوشي، امين مال فريق شباب تصفيق. بصراحه انا ما تتفاجئ الحقيقه، تتفاجئ فاش نهضروا على الاحتراف. الا كان شي احتراف تنهضر غير على ورق، تنهضر على الوراق. باش نحضروا يعني منذ انطلاق المقابله وحنا في ضغوطات، يعني المستودع الملابس ما فيهش الضوء، الماء يعني الماء بارد وشداني بالماء بارد، تعرضنا لمضايقات داخل مستودع الملابس. طلعنا ايضا المنصه الشرفيه وحضروا اليوم اعضاء المكتب المسير، وتعرضت نائبه الرئيس باعتبار العنصر النسوي اللي تيمثل بحسب ما تنظر الحكمه الجيده مضايقات كثيره من الناس هنايا. انا تنظن الا تنهضروا على الاحتراف راه مازال الاحتراف. انا ما تنهضرش على المقابله يعني كل واحد دا حقه. تنهضر على التصرف اللي دار اللاعب العبوبي. انا اللي معروف على اللاعب العبوبي انه راه متخنفره وخلوق، ولكن انه يجي يستفز الجمهور الخنيفري. انا راه تنقول بان اسماعيل العمري ماركا الهدف على بركان في بركان وبقى تيبكي وتيطلب الاعتذار من الناس ديال بركان. هذه هي الاخلاق. حنا ماشي تنقولوا علاش لعبوا ماركا علينا بصحتهم 3 بوان ديالهم بصحتهم، حنا ما تنهضروش على النتيجه، ولكن بقى يستفز الانسان بواحد الطريقه تستفز الشعب. الخنيفه اللي تنفس كره القدم للاسف. بس كما هضرت على المستودع الملابس، حنا دابا شفتوا معنا كصحافه، شفتوا معنا ان ما كاين جالسين في الظلام، بداو تيبدلوا في الظلام. حنا واقيلا جالسين في سيدي مولاي ابراهيم ولا شي سيد تما. انا تنظن بان راه مازال ما وصلناش للاحتراف. تيهضر فريق اولمبيك كاع الاحتراف راه مازال ما وصلنالوش. شكرا.